ناس كتيرة فاكرة ان الشرط الجزائي في العقد هو اللي بيأمنك وبيخليك واثق وضامن عقدك 100%. القاضي لما يجي يحكم في قضية الشرط الجزائي مش هيحكم بقيمة الشرط الجزائي كاملة لو في أسباب تانية تخليه ما يديلكش قيمة الشرط الجزائي كاملة. فوانت بتكتب العقد بتاع شقتك خلي البنود الكاملة التانية المهمة تضمن لك حقك أكتر من الشرط الجزائي. طب أنا لو كاتب شرط جزائي كبير، إيه اللي يخلي القاضي ما يحكمليش بقيمة الشرط الجزائي كاملة؟ أول حاجة، لو الضرر اللي واقع عليك مش كبير فالقاضي بيقدر قيمة الشرط الجزائي قيمة معينة من توتال اللي مكتوب في العقد. طيب الحاجة التانية، لو قيمة الشرط الجزائي كبيرة جدا أصلا أكتر من قيمة الشقة نفسها، يعني مثلا شقة ب5 مليون أو ب2 مليون بيكتب شرط جزائي 10 مليون، فالقاضي مش هيحكم بالشرط الجزائي ده. الحاجة التالتة القوة القاهرة، أنت ممكن أصلا يبقى فيه شرط جزائي قوي جدا بس يجي تحت بند القوة القاهرة ما تاخدش حاجة بالشرط الجزائي. أنا ليه بقول كده؟ لأن في ناس بتشتري شقق بقيمة أقل من قيمتها الرئيسية. شقة مثلا ب5 مليون بتتكتب في العقد 2 مليون عشان ضريبة الصرافات العقارية، وتيجي انت في الاخر تحط شرط جزائي، فبالتالي ممكن اصلا يتنصب عليك وما تستلمش شقتك ويقول لك خد الشرط الجزائي. فتيجي تحكم او ترفع قضيه عشان الشرط الجزائي تلاقي اساسا ان الشرط الجزائي اللي مكتوب مش هتاخده، وحصلت مع كذا عميل معايا. خلي بالكم من العقود، خلي بالكم من البنود اللي جوه العقد بتاعك، لان هي البنود دي اللي هتامنك وهتديك حقك بالكامل.